السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. عدنا إليكم من جديد بقصة جديدة إن شاء الله هتعجبكم جدا وهتستفادوا منها وهتاخدوا منها عظة وعبرة في حياتكم إن شاء الله. طبعا القناة اسمها الطبخ والمعرفة المتنوعة، تقدم كل ما يهم الأسرة والمنزل من طبخ قصص يومية تفيد الناس، لتربية طيور، أعشاب، أي حاجة تفيد الأسرة وتفيد البيت العربي إن شاء الله هتلاقوها عندنا وهتستفادوا كتير من قناتنا إن شاء الله. القصة بتحكي عن أخين. الأخين دولت كانوا في مشاكل دايما، بمعنى أصح الأخ الكبير هو وزوجته كانوا دايما بيعملوا مشاكل مع سلفتهم، مع يعني مرات اخوه. كان بيعمل مشاكل مع مرات اخوه دايما هو وزوجته مع سلفته يعني. فكانوا مش بيحبوها وبيحقدوا عليها وعايزين يخربوا عليها، وكانوا دايما بيكيدوا ليها وبيظلموها وبيعملوا معاها مواقف كتير وحشة يعني، عافانا الله وإياكم. ففي يوم من الأيام خد أخوه وقال له أنا عايز أزوجك زوجة تانية. فالأخ الأصغر بقى بيسمع كلامه، مش عايز يزعله يعني مش عارفة ايه ده بالظبط. فالمهم راح معاه وقال له أنا عايز أزوجك من بنت جارنا. جارهم كان اسمه أبو حمد. فقال له أنا عايز أزوجك من بنت جارنا وإنسانة كويسة وعلى خلق ودين وكده، وتعالى شوفها وإن شاء الله ايه ربنا يسهل لك وايه وتتجوزها. المهم راحوا اتكلموا مع ابو حمد وخدوا ودوا معاه في الكلام. فالراجل فاجئهم قال له انا مش شايف ان انت عايز زوجة، انا مش شايف ان انت عايز زوجة، انا شايف ان اخوك الكبير هو اللي محتاج زوجة، انت مش محتاج زوجة نهائي. ما هو جارهم بقى، جارهم وعارف عنهم كل حاجة. فقال له انا مش شايف ان اختك ان اخوك الاصغر محتاج زوجة، انت اللي محتاج زوجة. بيكلم الاخ الاكبر يعني، الاخ الاكبر اللي هو كان في الاصل ايه رايح يخطب لاخوه الاصغر، تمام، لاخوه الاصغر منه. المهم شاف العروسة واتفقوا وخطبها واتجوزها بالفعل. مراته بقى اللي كانت بتكيد لسلفتها دي، لمرات اخوها، لمرات سلفها، كانت بتكيد ليها دايما ودايما مبهدلاها وظلماها وحقد عليها. جالها زي هبل كده وجالها زي وسواس وبقت تكلم نفسها وعاشت حياة مريرة بعد اللي هي عملته. فعلا لا يحيق المكر السيء إلا بأهله. هي حفرت حفرة هي وزوجها وهم اللي وقعوا فيها. فضلت تعبانة طول عمرها ومريضة، وأصيبت بالسرطان من كتر التفكير ومن كتر التعب. والتانية ربنا نصفها وكرمها في أولادها اللي هم كانوا بيظلموها. ربنا نصفها وكرمها في أولادها وكبروا وشافتهم في أحسن المناصب. والتانية مرضت وعاشت حياتها في المستشفيات بين الوسواس وبين مرض السرطان، عافانا الله وإياكم، لأن كان قلبها مش نظيف، ما كانتش بتحب الخير لغيرها، وكانت بتكيد لسلفتها دايما. اللي هي يعني في دول ما بتقولش سلفتها، في ناس بتقول مرات اخو زوجها. فكانت بتكيد لها دايما وكانت مبهدلاها وهيناها. فربنا كرمها وعوض صبرها خير، وزوجها رجع لها ولا اتجوز ولا اي شيء. اللي اتجوز فعلا اخوه الكبير اللي كان عايز يجوزه. اخوه الكبير اللي كان عايز يجوزه هو اللي اتجوز، حفر لاخوه حفرة هو اللي وقع فيها. وعاشوا حياتهم في تعب ومرض والعياذ بالله، ومشتتين بسبب اللي هم بيعملوه وبسبب التفكير السيء اللي هم بيفكروه.
ان هما دايما كانوا بيكيدوا ليها وعايزين يغزوها وعايزين يخلوها تطفش من البيت وتمشي خالص. فسبحان الله اللي عملوه هما اللي وقعوا فيه، والعياذ بالله. ربنا يعافينا واياكم. من حفر حفرة لاخيه وقع فيها. لازم الناس تحب الخير لبعضها، ان كانوا سلايف، ان كانوا قرايب، ان كانوا اخوات. لازم ننظف قلوبنا ونحب الخير لبعض، وما نتمناش لبعض الا كل خير. لان على قدر ما في قلب كل واحد ما بيتمنى، على قدر ما ربنا بيرزقه. ما كانش دلوقتي بيكون بعدين. وبيشوفه في حياته وبيشوفه في ولاده وبيشوفه في الايام اللي هو عايشها. بيشوف مرض وذل وكل حاجة وحشة. كل اللي كان بيعمله بيلاقيه. فطبعا لازم ننظف قلوبنا ونحب الخير لبعضنا. طبعا النبي عليه الصلاة والسلام قال حب لأخيك كما تحب لنفسك. زي ما انا بحب لاخويا المسلم زي ما هيجيلي، وزي ما هكره لاخويا المسلم زي ما هيجيلي برضه. فاحنا لازم نحب الخير لبعضنا ونخاف على بعضنا ونكون حريصين على مصلحة بعض، علشان ربنا يكرمنا وينجينا في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ممكن اللي عمل فيه حاجة ما يسامحوش في الدنيا، يعني ممكن يسامحوا في الدنيا بس ما يسامحوش في الآخرة. هنعمل ايه بقى ساعتها؟ بالفرض ان احنا ما عندناش حسنات، هتيجي تاخد من حسناتي او من حسناتك او من حسناتك؟ مش هتلاقي. والعياذ بالله هتروح مرمي في النار او مرمية في النار بسبب مظلمة زي كده. لازم على طول ننظف قلوبنا اول باول، ونشيل الحقد والغل، ونشيل اي حاجة وحشة من قلوبنا، ونحب الخير لبعض، علشان احنا ما نعرفش احنا نموت على ايه. وربنا يحسن ختامنا جميعا ان شاء الله. ونشوف بعض ان شاء الله في الجنة، ندخل الجنة زمرا كده ان شاء الله بإذن الله، بسبب الحب في الله، وسبب طاعتنا لله، وبسبب ان احنا بنحب الخير لاخواتنا المسلمين. ربنا يكرمنا جميعا ويكفينا شر عباده، ونحب الخير لبعض ونتمنى الخير لبعض دايما. هنلاقي الخير في حياتنا، وربنا هيوسع في أرزاقنا وهيكرمنا وهيوسع علينا، وهنشوف الخير طول ما احنا عايشين. لكن الناس اللي بتكره الخير لبعضها دي عمرها ما هتشوف خير أبدا إلا لما تنظف قلوبها الأول. وأقول لكم أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.